قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا يا صديقي، وبناء على طلبك يا صديق نزلت الجزء الثاني من الولد الرقيق. الجزء اللي فات رغم جمدانه كان مجرد بدايه، انما الثاني متعه الحكايه، حاله من الدراما والاكشن والاثاره والتشويق التي لم ولن تراها الا عند السهاج البسيط. كل اللي عليك في البدايه تصبر عليا علشان تستمتع بالنهايه العالميه، والان اربط الاحزمه واستعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بدون اللي بيقول بعد ما خلصت من فردان وسنغانيا بقيت انا ملك تجاره المخدرات في اسيا، بقالي 5 سنين مسيطر على اسيا، وبصراحه حابب اوسع المجال، قلت اروح على اوروبا. المشكله ان اوروبا فيها اكتر من عملاق شغالين هناك، ضربتهم كانت سهله، دخلت اوروبا ونزلت الاسعار، ببيع الكوكايين بسعر الفشار، ولكن اولاد الهرمه اتلموا كلهم عليا، وجيمي بيقول لهم اهدوا يا جدعان، من موافق ان احنا نخلص على دون. كلهم بيرفعوا ايديهم بيقرروا يخلصوا من دون. وفعلا يا صديقي دون بيروح يسلم صفقه في تايلاندا، بيوصل المكان ده بيخش رئيس العصابه، بيديله الشنطه بيقول له هلا والله بضاعتك تمام، بيقول له تمام، بيقول له هات فلوسي، بيبص لبره بيلاقيهم خلصوا على البت اللي سايقه بيه، بينصدم بيقول لهم ليه كده يا جدعان، هضطر اسوق بنفسي. بيترفع عليه سلاح، بيقول له مين اللي وزك تقتلني، بيقول له جيمي. نفسك في حاجه قبل ما تموت يا دون، بيقول له كنت عايز اعرف احسن مطعم بيعمل اكل ايطالي، بيقول له اشمعنى، بيقول له لاني بعد ما هخلص عليكم كلكم هروح اكل هناك. بيقول خلص عليه يالا، تخلصوا على مين، ارجع يابا شكلكم غلابه. بيفضي عليهم السلاح، ابن الهرمه ده بيضرب عليه، بيستخبى ورا الترابيزه دي، بيخرج عليهم بالخرطوش، واللي بياخد خبطه بينزل محشوش. ابن الهرمه ده بيكون لسه عايش وبيتعبوا حبتين. بتتعب مين، ده انت متك هكون جحيم. حمده بيخش عليه وهي واحده بينهيه، بيرميها على اللانش، بيدوس على دراع البنزين، اللانش بياخده وبيطير. ابن الهرمه ده بيكون لسه برضه عايش وطق فيه الروح، روح ما بعدك روح. بينزل عليه ولكن دون كالعاده بيشغل دماغه، بيلف السلسله دي على رقبته بيعلقها في الساقيه دي. واقسم لك يا صديقي ابشع موتين شفتهم في حياتي موتة الصرصار. صديقي موت الصرصار، اما بيتقلب على ظهره ما بيعرفش يتعدل فبيموت وهو مقلوب من كتر الملل. تاني موتة بشعه شفتها في حياتي هي موتة الراجل دي، تخيل ان الساقيه بتلف ما بيقدرش يوقفها ورقبته بتنزل مكسوره. دون بيمسي عليه والمكان بيكون خلاص هيقع بيه، ولكن بينط الناحيه التانيه في اللحظات الاخيره. في الوقت ده في ماليزيا وتحديدا في مقر الانتربول، روما بتروح تخلص شغلها وارجون بيخش عليها، بيقول لها النهارده ما بيفكركيش بحاجه، بتقول له لا. المهم خلصت شغلك، بيقول لها انا بكلمك في عيد ميلاد وانت بتكلميني في شغل، بتقول له عيد ميلاد مين، لا انت غلطان عيد ميلادي لسه، بيقول لها عيد ميلادي انا. بتحرج منه وبتسوق وتروح لمالك، بتقول له امرني يا فندم، بيقول لها حبيت اعرفك انت اول واحده اني خلاص هطلع على المعاش. بتقول له ليه يا فندم، انا كان نفسي اقبض على الكلب اللي اسمه دون وانت معايا، بيقول لها مفيش نصيب، تعالي وصليني لتحت. بينزلوا لتحت وهوب الاتنين بيكونوا في منتهى الصدمه، بيرفعوا اسلحتهم على مين، على دون ابن المجانين. بيقول لهم في ايه يا جدعان انتوا ليه زعلانين، بتقول له اخلص خالص وارفع ايديه. بيرقد ومالك اللي بيحقق معاه بيقول له في الاسطوانه الحقيقيه يا دون، بيقول له بص لو فاكرني جيت اخد ودي معاك في الكلام تبقى غلطان، عايز تسجنني سجني، عايز تسيبني اروح سيبني اروح. روما بتاخده بتقول له ايه رايك في السجن يا دون، بيقول لها زي العسل علشان انت فيه. بتقول له عايز تثبتني، ان كنت فاكر اني حبيتك تبقى غلطان. بيقول لها بالنسبه لاعترافك ليه قبل ما اركب عربيه الاسعاف، بيقول له ما كنتش اعرف انك انت دون. بيقول لها امنيه حياتي تسامحيني، بتقول له سامحتك لان اللي كنت بتمناه حصل، حطيتك في السجن بايدي. بيخش جوه بيلاقي مين، بيلاقي فردان صديقي، وهو داخل بيقول له الحمد لله على السلامه يا دون. بيخش الحمام، فردان بيبعت له واحد من رجالته، دون بيحس بيه وبمجرد ما بيوصل عنده هي واحده والتانيه بيسد بيه البلاعه. بيخرج للامن اللي قدام الباب بيقول له البلاعه اللي جوه مسدوده يبقى سلكها خروج، وبيسيبه ويمشي. فردان بيكون مستني على نار جثه دون ولكن بيظهر من وراه بيقول له ولا يا فردان انت ناسي ان دون ضد الموت. بيروح له هايج وبيديله في صدره، بيقول له ده يا فردان انا جيت علشان افتح معاك صفحه جديده. بيقول له صفحه مين، انا بقالي 5 سنين مرمي في السجن بسببك. بيقول له لا بسبب غرورك وطمعك يا حبيبي. بيخبطوا واحده والتانيه بيكون مرمي على الارض، الكل بيتلم حواليهم. بيقول له يا فردان انا جيت هنا علشان اساعدك. بيقول له لا انت جيت هنا علشان انت فاشل. بيلف عليه السلاح بيقول له انا مطلوب من كل دول العالم، لو كنت عايز اسلم نفسي كنت سلمت نفسي في اي بلد تانية، ما كنتش جيت البلد دي بالذات، انا جيت هنا علشان اهربها. بيهدى وبيسيبه ويمشي. فردان بيروح له بيقول له اللي جيت هنا ليه يا دون، بيقول له جيت علشان اهربها. بيقول له ده لله وللوطن، بيقول له لا طبعا هحتاجك معايا في عمليه. بيقول له ايه هي، بيقول له لما نخرج من هنا هتهرب معايا ولا امشي لوحدي. بيقول له خلاص يا عم معاه. بيقول له بكره هدخل مونت المطبخ، الواد اللي بينزل الشكاير هيشاور لك على شكاره معينه خدها منه، هتلاقي فيها علبه هتجيبها لي، دي ماده هنحتاجها في الخطه. تاني يوم بيجي له المحامي ده وبيخش له جوه، بيحط له الاكياس دي في الحمام، وتالت يوم بيخش الحمام بياخد الاكياس من جوه. رابع يوم فردان بيخش المطبخ بيفضي الماده دي في الاكل، والمساجين كلهم بياكلوا الا دون وفردان. على بالليل المساجين كلهم بيصوتوا زي النسوان والدنيا بتقلب وعربيات الاسعاف بتحضر. دون بيخرج الاكياس اللي بيكون فيها ايه، فيها لبس ممرضين يا صديقي، بيلبسوها وبيسيحوا قفال الزنزانه بالماده دي وبيخرجوا وسط الهيصه، بياخدوا عربيه الاسعاف وبيهربوا من السجن، وكل ده بفضل دماغ الولد الفتاك دون. بياخدوا يعمل له حفله بيقول له اخيرا بقى هقول لك على اللي انا عايزك فيها فردان. بيقول له امرني. بيقول له في البنك التجاري الروسي كان في صندوق امانات يخص بوريس، ساعتها اداك انت مفتاح وادى لشريكك سنغانيا المفتاح الثاني، وبما انك انت قتلت سنغانيا فما فيش غير نسخه واحده معاه. بيقول له الصندوق ده في ايه يعني، بيقول له هتعرف لما نوصل له. فين المفتاح بقى يا معلم، بيقول له
له هنلاقيه في مطار زيورخ. بيقول له طيب استعد علشان هنروح على هناك. وفعلا بيروحوا على هناك، بياخدوا المفتاح وبيطلعوا على روسيا، بيفتحوا الخزنه وبياخدوا الحاجه اللي في الصندوق، بياخدوا بعضهم ويمشوا. وهم في الطريق بيخرج الصوره دي. بيقول له تعرف مين ده؟ بيقول له لا. بيقول له ده فابيانكو رئيس البنك المركزي الالماني، هو الشخص الوحيد اللي فضل في المنصب ده لمده 8 سنين ورا بعض. واللي ما حدش يعرفه لما بدات الانتخابات ما كانش هو المرشح الاول اللي هيكسب، اللي كان هيكسب المنصب الشخص ده جيمس. بيقول له ليه جيمس ما خدش المنصب؟ بيقول له لانه مات في حادثه. تفتكر ان الحادثه دي قضاء وقدر؟ لا والله، اللي كان مظبط له الحادثه دي هو فابيانكو، كان عارف ان هو المرشح الثاني وراح اجر اكبر مجرم علشان يقتل جيمس. تخيل بقى مين هو اكبر مجرم؟ هو حبيبك سنغانيا. بيقول له بتهزر؟ بيقول له لعبتنا ما فيهاش هزار. بس فابيانكو ما كانش يعرف ان سنغانيا اوسخ منه، وهم قاعدين بيصوروا وهو بيتفق معاه على قتل جيمس. بيقول له طبعا اللي خدته من الصندوق ده كان الفيديو، وهتاخد الفيديو تهدد به فابيان علشان ينفذ لك اللي انت عايزه. بيقول له صح وغلط، انا ههدده بالفيديو ولكن مش ههدد فابيان، ههدد النائب بتاعه. بيقول له اشمعنى ما تهدد فابيان بشكل مباشر؟ بيقول له فابيان مش فاضلنا خالص، ممكن يتهور ويعمل اي حاجه غلط، انما النائب بتاعه يعتبر برضه مدير اعماله في الاجرام، لو فابيان راح في داهيه بسبب الفيديو ده هيجر معاه ديوان. بيقول له طبعا انت هتهددهم علشان يفتحوا لك السكه تسرق البنك. بيقول له صح وغلط، لان احنا فعلا هنخش نسرق البنك ولكن مش هنسرق فلوس. بيقول له امال في بلح في البنك وانا ما اعرفش؟ بيقول له لا يا خفيف، هنسرق اللوح اللي بيطبعوا بيه العمله بتاعتهم. بيقول له يعني انت عايزهم يدوك الشريحه دي ويقولوا لك ابوس ايديك يا دون بيه بلاش تفضحنا؟ بيقول له مش بالظبط، هم مش هيعملوا اي حاجه، هم هيوسعوا لي الطريق وانا اللي هخش اسرق البنك. البنت اللي معاه بتقول له طب ما هو انت يا عمري لو سرقت الشريحه دي ممكن يعملوا غيرها وهيغيروا العمله بتاعتهم. بيقول له طيب والعمله القديمه اللي مع الشعب والفلوس المتنطوره في جميع البنوك اللي في العالم مش هيبقى لها قيمه بالسهل كده؟ لا طبعا، هيحتاجوا لهم علشان يغيروا العمله على الاقل 10 سنين ولا 15 سنه علشان يقدروا يغيروا العمله القديمه. بالعشر سنين دول هنكون احنا طبعنا مليارات ملهاش اول من اخر. في الوقت ده مالك بيتصل بروما، بيقول لها تعالي بسرعه على المانيا، المخابرات بتقول ان دون وفردان موجودين هنا في المانيا، بكره هتتعمل حفله هيحضر فيها مناصب كبيره قوي في الدوله، عايزك تجيني في اسرع وقت. وفعلا تاني يوم بتكون في الحفله في المانيا وكل المسؤولين بيكونوا هناك. بيخش الوحش المهين الفتاك، مين بقى؟ هيرتك روشانا صديقي، بيروح لروما وبيطلبها للراس، بترقص معاه، والبنت اللي دخلت معاه هو بتروح ترقص مع ديوان، بتحط له التليفون ده في جيبه، وهيرتك بلف روما بتبص بتلاقيه اختفى من المكان، بتشك فيه بتروح تدور عليه. هيرتك بيروح يتصل بديوان، بيقول له معالي الباشا في فيديو في جيبك يا ريت تبص عليه وكل واحده لان الفيديو مضر للصحه. ديوان بيقفل معاه، بيروح جاي يشوف الفيديو، بيشوف الفيديو، بيقول له انت مين؟ بيقول له هتعرف دلوقتي، اخرج بره هتلاقيني مستنيك في العربيه. وفعلا بيركب العربيه وهيرتك بيقلع الماسك، لان ده بيكون مين؟ هو دون ابن الكدابين. بيقول له دون، بيمشي بيه، بيقول له انت اتجننت، اللي انت بتطلبه ده مستحيل، انت عارف بتطلب ايه اصلا؟ بيقول له عارف، انت مش هتعمل اي حاجه، انت بس هتدخلني البنك المركزي الالماني. وهوب روما بتشوف دون في العربيه بتاخدها جري وراه، غلبانه ما تعرفش ان اللي بتجري وراه دماغه تعبانه. بينزل في الجراج ده بتجمد قلبها وبتنزل وراه، بيخبطها بالعربيه، وادي اول كدبه يا صديقي. الارباك بيخرج عليها ما بيحصلهاش اي حاجه، الارباك ده لا قدر الله في اي حادثه بيخرج على الوش علشان يحميه من الطاره، فبيطلع بسرعه خياليه، بيخبط في الوش بيخليه يحمر، وهي نزلت من العربيه حتى الميك اب ما اتلخبطش. المهم بتركب عربيه تانية وبتكمل وراه، دون بيخرج من الجراج برضه بتخرج وراه، بيجيب اخره فبيعمل خمسايه، بيدخل العربيات اللي ماشيه كلها في بعض، بيوقف الطريق وهو بيطلع الناحيه التانية، بيقول لها هتيجي تاني؟ طب يلا سلام، بيسيبها ويمشي. تاني يوم الصبح ديوان بيروح لرئيسه وبيحكي له كل اللي حصل، بيقول له ابن الهرمه ده بالفيديو اللي معاه ممكن يودينا في 60,000 داهيه. بيقول له ما هو لو خد الشريحه برضه هنروح في 70,000 داهيه. بيقول له يبقى نخلص منه، خد بعضك وروح لجبار. بيروح لجبار اللي بيكون ماسك واحد مكسر عظمه، بيخرج له بيقول له عايز ايه يا ديوان؟ بيقول له عايزك تقتل دون، اكيد انت عارف دون؟ بيقول له طبعا عارفه، بس دون راسه غاليه قوي. بيقول له ما يهمكش هديك اللي انت عايزه. بيقول له هاخد 5 مليون. بيقول له مش كتير؟ بيقول له ما فيش حاجه تغلى على راس دون، ده دون ابن الكدابون، اديني ال 5 مليون ولو عايزه مفروم هجيبه لك. بيقول له لا انت هتقتله وتجيب له صوره لجثته بس. على بالليل فردان بيروح لدون بيقول له بقول لك ايه، انت ناسي حاجه مهمه، احنا هنحتاج اي هاكر يظبط لنا النظام الامني والكاميرات والحاجات بتاعه الكمبيوتر دي. بيقول له دي هتفوتني، انا مظبط مع واحد وهقابله بكره. بيقول له مين؟ بيقول له سمير. بيقول له ما اعتقدش ان سمير هيوافق، ده عيل بتاع ربنا يا عم. بيقول له هنشوف. وفعلا تاني يوم سمير بيروح لدون بيقول له امرني يا كبير. بيقول له اقعد يا سمير، كنت عايزك معايا في عمليه. بيقول له ايه هي؟ بيقول له هنسرق شريحه الطباعه من البنك المركزي الالماني. بيقول له نعم، ما انت عارف ان ماليش في الكلام ده يا ريس. بيقول له عارف، زي ما انا عارف ان اخر عمليه ليك كنت سارق 1.5 مليون دولار من الصين واتبرعت بيهم للجمعيات الخيريه. بيقول له مفيش اي اثبات ضدي. بيقول له صح، ولذلك بقالك 3 سنين ما عملتش اي حاجه غلط وده بسبب مراتك اللي انت اتجوزتها. بيقول له صح، انا وعدتها اني مش هعمل اي حاجه غلط تاني. بيقول له انا عرفت انها حامل منك في الشهر السابع ومصاريف وضغط عليك وانت محتاج قرشين تظبط بيهم امورك وتعيش وسط عيلتك مرتاح. انا من رايي تعمل معايا العمليه دي وتعيش مرتاح علشان دون ما يزعلش منك. بيستسلم للامر الواقع وبيروح لمراته يسلم عليها، بيسلم على البيبي بيقول لها انا هسافر اسبوعين
راجع. بتقول له على فين؟ بيقول لها في شغلانه لو عملتها هنعدي الفقر. بتقول له حاجه شمال؟ بيقول لها لا انا وعدت اني مش هعمل اي حاجه غلط، دي شغلانه قانونيه. بتقول له تروح وترجع بالسلامه حبيبي. في الوقت ده دوم بيتصل بديوان وبيقول له انت اتاخرت عليا، فين المعلومات اللي انا عايزها؟ انا والرجاله جاهزين، ها تنجز ولا ارفع الفيديو على اليوتيوب؟ بيقول له لا بكره مخططات البنك كلها هتكون عندك. بيقفل معاه وجبار بيكون جنبه. بيقول له اديله اللي هو عايزه. بيقول له انت بتستهبل. بيقول له اسمع اللي بقول لك عليه، اديله معلومات مزيفه وقبل ما يعرف ان المعلومات دي مزيفه هكون مخلص عليه. وفعلا صديقي تاني يوم بيروح يقابل دون وبيديله الهارد ده. بيقول له فيه كل المخططات اللي انت عايزها، مخططات البنك الامنيه ومكان الشريحه اللي انت عايزها بالظبط. بيقول له في حاجه مش موجوده؟ بيقول له اه في حاجه مش موجوده ومش هقدر اجيبها لك. بيقول له ايه هي؟ بيقول له الخزنه اللي فيها الشريحه صعب تفتحها بالقوه لانك لو فجرتها هتبوظ الشريحه اللي بتطبع الفلوس، لازم بصمه وصوت شندير علشان تفتح. بيقول له عداك العين، اوصل الفندق واكلمها. بيقول له طيب وفين الفيديو؟ بيقول له عيب عليك انت لحد دلوقتي في السليم، هتاكد من المعلومات واخلص العمليه وهديك الفيديو الاصلي. بيسيبوه يمشي وجبار برجالته بيروحوا وراه، بياخد باله منهم وهو بيخش البرج ده. بيركبوا الاسانسير التاني وبيطلعوا وراه ولكن بيلاقوه بعيد عنهم. بيقول لهم تعالوا معايا بقى لتحت. بينزل بالحبل ده ورا البرج، بينزلوا وبيروحوا يدوروا عليه بالعربيه. بالونش بيشيل العربيه بتاعتهم وبيرميهم في مطحنه العربيات. بينزل عليهم بيكون قادر ينهيهم ولكن بيفتح تاني وبيقول له ازيك يا جبار، مش معنى اني مركز في شغلي يبقى ناسي اعدائي. وفعلا صديقي فردان كان مراقب ديوان وعرف انه متفق مع جبار. ودوم بعد ما ساب ديوان سامر اتصل بيه وقال له جبار وراه. دوم بيقول له اسمع يا جبار، انا كان في ايدي اقتلك انت ورجالتك ولحد دلوقتي قادر اقتلك، ولكن هديك فرصه ما كنتش تحلم بيها. شوف ديوان كان هيديك كام وانا هديك 10 اضعاف، هسيبك تفكر وابقى رد عليا. وبيسيبه ويمشي. فردان بيقول له انت ازاي هتثق في جبار بعد ما كان عايز يقتلك؟ بيقول له ما هو انا هديله درس مش هينساه، هضحي بيه في البنك علشان نهرب احنا من هنا. بيقول له دي هتحصل ازاي؟ بيقول له هتعرف كل حاجه. بيخش جوه وبيتصل بديوان. بيقول له يا ابن الهرمه. بيقول له دون؟ بيقول له طبعا مستغرب لان لسه عايش. الباب عنده بيخبط. بيقول له روح افتح الباب. بيفتح الباب بيلاقي امن الفندق. بيقول له انت طلبت اكل يا فندم؟ بيقول له اه. بيقول له انا طلبت اكل. بتخش البنت اللي تبع دون. بيقول له اديها المعلومات. بيروح يجيب لها الهاردات. بيقول له اسمع لو المره دي طلعوا فاضيين هاجي اعبيهم بدمع وبعدها هروح انشر الفيديو. بيقفل معاه والبنت بتوصل بالهاردات. سامر بيشغل الهارد. بيقول كل حاجه تمام. بيبص على المخطط. بيقول له بس يا ريس انا مش قصدي احبطك ولا حاجه، فكره انك تخش البنك ده وتاخد منه كيس زباله شبه مستحيل. بيضحك. بيقول له ما تستهزأش، انت بمجرد ما تخش البنك هتلاقي جهاز كشف اي حاجه معدنيه، البنك كله كاميرات مراقبه، لو لفيت في اي جنب هيجيبوه، عديت من دول هتخش على الطرقه اللي هتوديك على اوضه الخزنه، هتلاقي باب عليه كلمه سر، لو عرفنا نفتحه هتنزل تحت هتلاقي 2 مسلحين ومتدربين تدريب من نار، انت خطيناهم هتخش على اوضه الطباعه. اول باب مفتوح عادي جدا، اللي مش عادي ان باب الاوضه اللي فيها شريحه الطباعه مش مصنوع من حديد عادي، مصنوع من فولاذ ضد الرصاص، وبصراحه مش هعرف اهكره. خليك عديت الباب ده هتلاقي الخزنه اللي فيها الشريحه، لو فجرتها هتبوظ الشريحه فلازم تفتحها ببصمه وصوت الشخص الامين عليها. فردان بيقول له الباب الفولاذ ده هنفجره. بيقول له لو فجرت الباب الفولاذ ده هيخرج غازات في المكان هتموت اي حد في المكان. دوم بيقول له طيب وايه الخطوره اللي في الطرقه بتاعه الخزنه؟ بيقول له معرفش بس في طاقه او اي حاجه زي كده، لو فجرت الباب وما عطلتهاش اي حد هيمشي في الطرقه دي هتخلص عليه. بيقول له مثلا زي ايه؟ بيقول له معرفش مش ظاهر في المخطط. بيقول له لما نوصل هنعرف، خلينا نبدا الاول. وفعلا صديقي بيبدا ينفذ خطته، بيجهز عربيه شبه العربيه اللي بتاخد الفلوس من البنك، هو بيقول له جبار الاسلحه والتفجيرات كلها شغلانتك انت. بيقول له تمام. بيقول له فردان وانت مهمتك تجيب لي بصمات شندر وتخليه يقول اسمه وتسجله. بيروح يضرب كارنيه ظابط انتربول، وفعلا بيخش البنك على اساس انه ظابط من الانتربول. بيخش الشند، بيقول له معاك الظابط حماده بامباز. بيقول له انا شنكر وما بشربش منكر. فردان بيسجل اسمه، او بيقول له طيب كلمني عن امان البنك، الدنيا ماشيه تمام؟ بيقول له كله تمام يا فندم. بيقول له بكره هنجيلك ونكمل سوا. بيقول له تمام. بيوقع الشنطه دي وهو بيخليه يمسك الكوبايه دي، بياخد الكوبايه لسمير بيحطها على الجهاز وبيرفع بصماته من عليها. بيجهزوا عربيه المطافي دي، هو بيحط اسلحتهم وكل معداتهم فيها. جبار بيقول له طيب واحنا بعد ما نخلص هنهرب ازاي من البنك؟ بيقول له في البنك في مخرج خلفي هنخرج منه، عيشه هتكون مستنيانا هناك، هنركب معاها العربيه ونمشي. بيقول له يا سلام هو الموضوع بالسهوله دي؟ بيقول له عندك حل تاني؟ ما بيردش عليه. بيقول له طالما حمار ما بتفهمش تخلص خالص. جبار بيزعل وبيسيبه يمشي. فردان بيروح وراه وبيقول له كسفك كسفه محترمه يا اخي، انا لو مكانك كان زماني مقطع نفسي، هو دون كده هنعمل له ايه؟ خاين ملوش امان، وبصراحه هو واخدك معانا العمليه دي طعم مش اكتر. بيقول له ازاي طعم يعني؟ بيقول له معرفش بس الظاهر انه هياخدك هيضحي بيك للشرطه ويهرب هو من البنك. بيقول له الكلب ده انا هروح اخلص عليه. بيقول له اهدى ما تبقاش غشيم، احنا محتاجينه في العمليه، مش هنعرف نعمل العمليه دي لوحدنا، خلينا نخلص العمليه وقبل ما نخرج من البنك نخلص عليه وناخد الشريحه انا وانت ونلبسه مع الشرطه. امين؟ بيقول له امين. في الوقت ده سمير بيتصل بالمدام، بيقول له ايه اخبار الشغل الجديد؟ بيقول لها ما تقلقيش يا عمري. بتقول له اوعى سمير تكون بتعمل حاجه غلط. بيقول لها لا انا وعدتك قبل كده وقلت لك خلاص انا بطلت الشغل ده. هو بيكون في منتهى الحزن. تاني يوم الصبح روما بتروح لمالك وبتقول له يوم ما جريت ورا دون خدت بالي
قال ان ديوان نائب رئيس البنك المركزي كان معاه في العربيه. بيقول لها وايه اللي بيخلي النائب يركب مع مجرم زي دون؟ اكيد في حاجه غلط، خلينا نروح له ونشوف. في الوقت ده سمير بيخش البنك بعربيه الفلوس كانه موظف امن كاميرات. بيخش جوه يشغل اللاب وبيثبت صوره الكاميرات علشان دون يخش من غير ما اي حد يشوفه. بيخش ازاي ومع مين؟ مع ديوان صديقي. بيكون في شنطه العربيه بتاعته وديوان بيروح يشغل الامن اللي واقفين. دون بيخرج من العربيه وبيخش من الباب الثاني. اوفردان بيخش عادي على اساس انه ظابط من الانتربول وبيروح يقعد عند شان. في الوقت ده روما ومالك بيخشوا البنك وبيسالوا عن النائب ديوان. بيطلعوا له ودون بيخش من الفتحه دي وبينزل على الاسانسير اللي تحت. وسبحان الله مالك وروما اللي بيكونوا طالعين في الاسانسير. روما ومالك بيحسوا بالخبطه ودون بيثبت القنابل دي. بيقول لسمير اول ما اقول لك وقف الاسانسير توقف، 1 2 3 وقف. الاسانسير بيوقف. مالك بيستغرب وبيكون خلاص هيتصل بالامن، ولكن دون بينط في الفتحه دي وسمير بيشغل الاسانسير. بينزلوا من الاسانسير. مالك وروما بيروحوا لديوان وروما بتقول له معلش بس كنا عايزين نعرف انت يوم 9 الساعه 9 الا 9 كنت فين بالظبط؟ بيقول لها مش فاكر. بتقول له يعني انت يوم الحفله ما ركبتش مع دون العربيه بتاعته؟ بيقول لها انا ايه اللي هيركبني مع مجرم زي ده؟ بتقول له طيب معلش ممكن نعرف انت كنت فين ساعتها؟ بيقول لها مش فاكر، عندك مدير اعمالي ممكن تساليه. في الوقت ده جبار بيقرب من البنك وهو دون بيدوس على الساعه. بيقول بوم، القنابل بتنفجر والدنيا بتتقلب في البنك. وسط الزحمه عربيه الاسعاف بتخش اللي فيها مين؟ جبار برجالته المتسلحين. بيخشوا جوه البنك واي حد تبع الامن بيخلصوا عليه. الناس بتكون نازله لتحت بيدخلوهم في الاوضه دي. بيلغموا البنك بالقنابل بيخلصوا على الاثنين اللي واقفين على باب الخزنه. بيقفلوا البنك بيكونوا مسيطرين عليه بالكامل. دون بيتصل بمالك بيقول له ايه يا وحش؟ بيقول له عايز ايه يا دون مش فضيله؟ بيقول له ايه البنك الالماني المركزي بيتسرق ولا ايه؟ بيقول له انت عرفت منين؟ هو انت اللي في البنك؟ بيقول له اديني روما من عندك يلا. ايوه يا عمري هتعبك معايا. قول القوه اللي معاك يرجعوا لورا علشان هفجر المكان اللي انتوا واقفين فيه. بتقول لهم ارجعوا لورا هيفجر المكان. ضابط الماني بيقول لها ده كذاب. بتقول له ده ما بيكدبش خالص ارجع ورا. بيرجعوا لورا وفعلا بيدوس على الساعه بيفجر عربيه المطافي. يا ساعه يالا اللي انت لابسها دي لو ساعه بنت ان مش هتكذب بيها الكذب ده. المهم يا صديقي بيكونوا في منتهى الصدمه وروما بتقول له عايز ايه يا دون؟ بيقول لها 10 دقايق هاخدهم في البنك وامشي، مش عايز اي حد يعمل اي حركه علشان ما ازعلكمش مني. بتقول له تمام. بيروح لرجالته بيقول لهم ايه الاخبار؟ جبار بيقول له كله تمام. بيقول لهم يلا بقى بالانابيب جمدوا لي الباب ده. بيجمدوا الباب الفولاذ بيرشقوه قنابل. بيلبسوا الاقنعه دي علشان الغاز اللي هيطلع وبتاني دون بيدوس وبوم الباب بينزل لتحت. بيقول لهم جه دوري. بيخشوا جوه ولكن ما بيمشيش على الارض يا صديقي لان الارض عليها طبقه حمايه. بيطلع على السقف وبيمشي عليه. بيوصل عند الخزنه اللي فيها الشريحه بيحط بصمات شن وبيحط اسمه اللي متسجل بصوته. بيقول لسمير في مكان باسورد هنا هاته. بيقول له ثانيه هجيبهولك. بيجيب له الباسورد بيحطه وفعلا بيفتح الباب. اخيرا بيوصل لشريحه طباعه العمله الالمانيه وكمان في 2 معاها هديه. وهوب البتاعه دي بتقع على الارض. بينصدم ومره واحده بيظهر باب من العدم. بيكون خلاص هيقفل عليه ولكن دون بسرعه البرق بيخرج لبره. فردان بيقول له عاش عليه جبت معاك الشرايح؟ بيقول له انت فاكر اني هخرج من غيرهم؟ هات الشنطه دي. بيديله الشنطه وبيسيبه ويمشي. دون بيكلم سمير وبيقول له نفذ اللي اتفقنا عليه. بيقول له تمام. بيخرج ورا فردان. ابن الهرمه بيرفع عليه سلاح. بيقول له دون انت فاكر اني نسيت اللي انت عملته فيا؟ طلعت غبي قوي زي وثقت فيا يا دون. جبر بيقول له انت جايبني هنا كارت علشان تخرج بيه كنت هتعملها ازاي؟ بيقول له زي السكر في الشاي محدش فيكم هيقدر يقتلني لانكم من غيري مش هتعرفوا تخرجوا. بيقول له هقتلك يا دون هقتلك وهخرج بالرهاين دي. بيقول له انا ههرب بشريحه الطباعه. بيقول له ازاي؟ بيقول له هو سمير ما قالكمش انه يقدر يتحكم في كهرباء المكان؟ وفعلا سمير بيفصل الكهرباء ودون بيهرب من وسطها. بيدوروا عليه ودون بيقول لسمير الله ينور عليه يلا تعالى قابلني بره. بيقول له خلصانه. بيخش الاوضه دي وبيفضل يدور لحد ما بيوصل للكرتونه دي اللي قبل ما يجوا العمليه البنت بتاعته بتكون خدتها وبعتتها لواحد في البنك. بياخد اللي في الكرتونه بتكون معدات غطس. بيروح المكان ده وبيلبس بدله الغطس وبينزل في الميه. بياخدها عوم وبيخرج الناحيه الثانيه. في الوقت ده سمير بيلم حاجته وقبل ما يقفل اللاب بيشوف صوره مراته اللي اداها 1000 وعد انه مش هيعمل اي حاجه غلط. بيقرر يعمل الصح وبيتصل بروما. دون بيخرج بعيد عن اي نوش في المكان وبيروح بيلاقي سمير مستنيه. بيقول له عاش عليك يا ابو سمره مشيت الخطه زي ما احنا عايزين. الكلاب دول بمجرد ما يخرجوا بالشريحه هنروح نخلص عليهم وناخدها منهم. وهوب عربيه الشرطه دي بتيجي في وشه. بيعرف ان سمير خانه بيخبطه بكتفه وبيروح عليهم بالسلاح. ولكن يا صديقي يرفع سلاح على مين ولا مين؟ بيستسلم. روما بتقول له ايه رايك يا دون؟ بيقول لها رايي من رايك عاش عليكي. بتكلبشه ومالك بيقول له فين زمايلك يالا؟ بيقول له فتش في جيوبي. بيقول له ما بهزرش فين هم؟ بيقول له خلاص ما بقوش رجالتي بقوا رجاله فردان هو اللي مسيطر عليهم. بيقول له هو فردان جوه؟ بيقول له فردان وجبار ورجالته في فرح جوه ربنا يعينكم عليهم. روما بتاخدوه. بيقول لسمير اول مره امشي ورا حد بقلبي. بيقول له انا مش زيك يا دون. بيقول له ولا عمرك هتبقى زي يا كلب. طالت قصرت ههرب من السجن واول حاجه هعملها هخلص عليه مش عليك لوحدك هخلص عليك وعلى مراتك. بيضربوه ولكن الشرطه بتبعدهم عن بعض. في الوقت ده فردان بيتكلم في الجهاز وبيقول سامعني يا ملك؟ بيقول له عايز ايه يا فردان؟ بيقول له ساعه واحده والاقي طياره في المكان لو ما نفذتش كلامي كل ساعه هقتل واحد من الرهاين مش مصدق؟ اضرب يا جبار. جبار بيضرب في الهواء والناس بتفضل تصرخ. بيقول له سامع الضربه الجايه هتكون في المليان.
روما بتروح لسمير بتقول له ليه دون خرج من وسطهم؟ ايه اللي حصل جوه اصلا خلاه يخرج؟ بيحكي لها كل اللي حصل مع دون. بتروح له جوه. مالك بيقول له فين الشريحه يا دون؟ بيقول له هو الكلب اللي اسمه سمير ده قال لكم على كل اللي حصل؟ بيقول له انجز الشريحه فين يا دون؟ بيقول له مع فردان. بتقول له ازاي هربت منهم وهم عايزين يقتلوه؟ بيقول لها زي الهوا. بتقول له انجز. بيقول لها هقول لكم ليه اصلا. بيقول له الراهن هيموتوا جوه بسببها. بيقول له بصراحه هزعل لو ماتوا، ولكن ان كنتوا عايزين نساعدكم ده مش هيكون ببلاش. بتقول له بذمتها ليك عين تطلب؟ بيقول لها خلاص هاتيلي ديوان على ما اعتقد هيحل معايا. بيجيبوه له. بيقول له بص بقى يا معلم، انا لو دخلت السجن هاخدك انت ورئيسك فابيان كول، مش هقعد في السجن لوحدي. بيقول له اخرس خالص يلا اخرس ابوس ايديه، احنا كان بينا اتفاق، انا عملت كل اللي اقدر عليه. بيقول له وعد مني ده اخر طلب. بيعرف ايه طلبه وبيخرج لهم بره. بيقول لهم هيساعدنا ولكن عايز حصانه المانيه. ظباط المان بيخشوا له. واحد منهم بيقول له ديوان قال ان انت هتساعدنا. بيقول له ما قالكش في المقابل هتدوني حصانه ما اخشش السجن؟ روما بتقول له قال انك هترجع شريحه الطباعه. بيقول لها هسلمها له بايدي علشان هو اللي هيجيب لي الحصانه. روما بتقول له انا مش مرتاحه لها. بيقول لها بالعكس انا اول مره ما احورش في حياتي، حتى هديكي اسماء اكبر تجار مخدرات في اوروبا واسيا تقبضي عليهم وتاخدي ترقيه. بتقول له بجد؟ بيقول لها ده وعد. بيخرجوه. روما بتقول له احنا مش هنبقى مع بعض. بيقول لها مش هتقدري عليهم من غيري، انا اكتر واحد حافظهم يا قطتي البريه. بتقول له اخرس خالص والا هخلص عليه. بيخرجوا بره. ارجون بيقول لها انت ازاي هتروحي مع الكلب ده؟ بتقول له خليك في شغلك وسيبني في شغلي. بيقول له دون انت عارف لو حصل لها اي حاجه؟ بيقول له هتعمل ايه لا انت؟ ما بيردش عليه. هو بيسيبهم ويمشي. دون بياخدهم على المكان اللي خرج منه. اوفردان بيأمن على الشريحه والقوه بتخش جوه. بيوقفوا القنابل. ودون بيقول لها حسيتي بايه لما عرفت اني هساعدكم؟ بتقول له لهجتك في الكلام يا حنين ما بقتش تاثر فيا. بيقول لها عارف بس انت لازم تعرفي انت كمان ان انا زهقت من حياتي كمجرم، انا بحتقر فردان وامثاله، ما بالك احساسي لما بشوف اني انا اشبههم في كل حاجه. نفسي اعيش حر، نفسي اروح المكان اللي يعجبني من غير ما اكون خايف من اي لجنه تقابلني. مش هتحسي احساسي لانك عمري ما عشت اللي انا عشته. انا كل اللي عايزه منك تسامحيني يا روما. الجندي بيقول لهم تقدروا تخشوا انا خلاص فصلت القنبله. بتمسك المقبض. بيمسك ايديها وبيقول لها خلي بالك ممكن يكونوا قدام الكاميرات. في الوقت ده جبار بيكلم رجالته ما فيش حد بيرد عليه. بيعرفوا انه دون في المكان فبيخرجوا له الرجاله لبره غلبانين، ما يعرفوش انه مش لوحده ابن المعلمين. الضرب بيشتغل شمال ويمين وابن الهرمه ده بيرمي قنبله بتكون خالصه تنفجر في روما، ولكن دون بيروح فدائيه بيفتح سبرنت بيزحلق عليها وبيرجعها له تاني. بينزل فيهم تخبط بكل غباء وابن الهرمه ده بيخش على روما. دون بيكون مخلي باله منها وبيخش على ابن الهرمه بيكسر عظمه، والتاني بيكون خلاص هيقتلها، ولكن برضه دون بيروح فدائيه بيخلص عليه وبيكون واخد طلقه في كتفه. بلهفه بتروح عليه بيقول لها ما تقلقيش بسيطه. جبار بيكلم رجالته اللي خرجوا ما حدش فيهم بيرد عليه. فردان بيقول له القنابل، فجر القنابل عشان نخوفهم مننا. ما يعرفوش ان دون فصل اخر قنبله وخلاص مفيش قنابل. بيدوس على الزرار ولكن مفيش اي حاجه بتنفجر. جبار بيمسك الجهاز بيقول يا مهلك سامعني خلي دون يجي حالا والا اخلص على الرهاين كلهم مره واحده وعليا وعلى اعدائي. دون بيمسك الجهاز بيقول له جاي لك يا جبار. روما بتقول له مش هسيبك انا هاجي معاه. بيقول لها مش عايز استهبال. بتقول له انا مش بستهبل، الاستهبال ان اسيبك في ظرف زي ده يا ولا. بيخشوا هما الاثنين مستسلمين. بيقول لهم اقلعوا السديري. بيقلعوا السديري. بيقول له روما ايه اللي جابك معاه؟ حبيتيه ولا ايه؟ اديها سلاح يا ابني خلصي على دون. ما بترضاش تضرب دون. دون بيقول لها اقتليني انجزي اقتليني. ما بتقتلهوش. بيقول له جبار خلص عليها. ابن الهرمه بيخبطها بطلقه بيغمى عليها. دون بيكون في منتهى الغضب. فردان بيقول له قوم يلا قوم وارفع ايديه. بيقول له حيط امي لا ندمك يا فردان. بيرفع ايديه وبيدوس على الساعه. ادي الساعه اللي كل ما بيدوس عليها بيفجر حاجه. المهم المكان بينفجر. هو بيخش على الرجاله بيخلص عليهم بكل سهوله. بيخش على جبار لا بينيموا ليل ولا نهار. ارجع منار اللي بعده تعالى يا فردان. جبار بيخش عليه ولكن هي واحده والتانيه بيكون على الارض. التالته بيكسر له ايديه. اللي بعده خلاص يا صديقي عجز الاثنين. المهم بيخش على الناس بيقول لهم لا ما تفرحوش قوي لسه دور يا رجاله. بيمسك الجهاز بيقول له يا عم مالك بالنسبه لفردان وجبار مكسر لك عظمهم هتخشوا تاخدوهم على الجاهز والشريحه اهي معايا هسلمها لك زي ما اتفقنا. بيقول له تمام. وبالنسبه للرهاين زي الفل ما فيهمش اي حاجه، انا كده عملت اللي عليا. ابعت لي بقى ورق حصانتي من السجن ويا ريت تبعتهم لي مع سمير وانا هسلمه شريحه الطباعه. وفعلا سمير بيخش عليه بياخد منه الورق وبيرفع عليه سلاح. الجندي ده بيقول له ابعد عنه. بيقول له بس لا. بيقول له مش هينفع اقتلك هنا يا سمير ولكن مسيري هقابلك تاني وصدقني لا هرحمك لا انت ولا اي حد يخصك. بيقول له ربنا يسهل هات الشريحه. بيديله الشريحه وبيخرج بروما. حمد بيروح جري عليها بيقول له ما تخافش لسه عايشه خلي بالك منها. بيروح لمالك بيقول له الشريحه تمام. بيقول له تمام. بيقول له ادي يا سيدي اسماء اكبر تجار مخدرات في اوروبا وهتلاقي كمان دليل ضد كل واحد فيهم بالصوت والصوره. وبيسيبه يمشي. يوم بيقول لمالك هات الشرايح خليهم معايا. بياخدهم ومالك بيروح يفتح الهارد. اول فيديو بيلاقي فيديو مين؟ فيديو فابين كول رئيس البنك وسانغانيا. بينصدم وبيتصل بدوان وهوب عربيه دوان بتنفجر بيه. الشريحه بتبوظ من النار والشرطه بتقبض على رئيس البنك المركزي وجيمي وباقي تجار الممنوعات في اوروبا. اما فردان بيرجع تاني السجن واخيرا سمير بيكون عايش في سعاده. وهوب الباب بيخبط. المندوب ده بيقول له انا تبع شركه شحن يا فندم.
فندم، يا ريت توقع هنا على الاستلام. بيوقع وبياخد الطلب وبيخش جوه. بيكون مستغرب لانه مش طالب حاجه اصلا. تليفونه بيرن، بيقول مين؟ بيقول له الدون بعت لك هديه يا رب تعجبها. بيكون في منتهى الصدمه، ودون بيركب المكنه بتاعته وبيروح على حبيبته، بياخدها بالحضن وبيقول لها هو فين؟ بتقول له موجود. بيخرج من العربيه. هو مين بقى صديقي؟ هذا سمير الخلبوس. واللي حصل يا صديقي دون قال لسمير اما اخرج من البنك واوصل عند العربيه تكون انت مبلغ الشرطه علشان يقبضوا عليا. بيقول له ليه؟ بيقول له ده جزء من الخطه. وبالنسبه للشريحه فهو كان واخد الشريحه الاصليه في جيبه وحاطط واحده مزيفه في الشنطه. واما هرب من فردان وراح ياخد لبس الغطس كان في كرتونه صغيره حط فيها الشريحه الاصليه وسابها في نفس الاوضه. اما شركه الشحن خدت الكرتونه لقوا عليها اسم سمير وعنوانه وبنفسهم وصلوها له لحد باب البيت. وبالنسبه لمود ديوان فدون كان حاطط له قنبله في شنطه العربيه بتاعته وخلى ديوان ياخد شريحه طباعه الفلوس المزيفه وفجر بيه العربيه. وطبعا الشريحه المزيفه باظت. دون بيقول لهم كده الحكومه الالمانيه هيعملوا نفس الشريحه دي لان في اعتقادهم ان الشريحه باظت من النار، ما يعرفوش ان الشريحه الاصليه معانا. وفي نفس الوقت انا هعيش براحتي. عمليه مثاليه يا رجاله. البنت بتاعته بتقول له انت ناوي على ايه يا دون تاني؟ بيقول لها خلاص كده حلو قوي، معانا فلوس ملهاش اول من اخر وعايزك تفتكري كويس مش صعب انك تمسكي دون، ده مستحيل. وهنا بينتهي الجزء الثاني والاخير. اتمنى صديقي يكون الفيلم مثير وتصدق دون ابن الكدابين وتشترك في القناه وتحط على الفيديو لايك تخين وتفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعار باي فيديو جديد. وخش خد لفه في القناه يا زميل، صدقني هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.